بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عاملين النهاردة بسلة بالجزر وعاملين لحمة بتتبيلة حلوة قوي، وكمان عاملين شوربة في نفس الوقت. يلا بينا بقى على المقادير. أقول لكم أول حاجة هنبدأ فيها هو طاجن، هو ال التتبيلة بتاع اللحم. تمام. أول حاجة هنا أنا نزلت بمعلقة زبدة كبيرة، ممكن سمنة وممكن برضو زيت، وانزل معايا بصلتين كبار متقطعين قطع مكعبات. تمام. هبدأ أشوح حوالي بتاع من دقيقة لدقيقتين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها فضلا منكم طبعا وليس أمرا. وأمانة عليكم اللي اتفرج على الفيديو ما ينسانيش في اللايك لو عجبكم الفيديو طبعا، ولو بتتفرجي على الفيسبوك اعملي لي متابعة للصفحة. هبدأ بقى معايا هنا الفلفل ممكن يكون أخضر أو أصفر أو أحمر، التلاتة مع بعضهم، يعني تخلطي بينهم براحتك. هنا انا قلبت البصله بتاعتي اتشوحت من دقيقه لدقيقتين، وبعد كده هبدا اضيف الفلفل بتاعي. تمام. هنا انا بعمل الخلطه دي، التتبيله دي للحم، بس اللحمه انا ما بحطهاش ني. انا جنبي حله على نار حاطه فيها اللحمه بتاعتي بتستوي حوالي 90%، وبعد كده بطلعها بحطها في التتبيله اللي انا بعملها دي، بتكمل سواها في التتبيل. تمام. هبدا بقى اشوح في الفلفل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى اقلب فيها من وقت للتاني لحد ما الاتنين يتبلوا، الفلفل مع البصل. ولو طبعا حابة فلفل بيحرق تمام هبدأ بقى اضيف الجزر بتاعي. انا بشرة جزر، والجزر على فكرة ده اختياري، يعني ممكن تحطيه وممكن لأ، بس طبعا انا كنت جايباها عشان البسلة فعشان كده انا ضفته، انما لو هو مش موجود عادي انا هعمل التتبيلة بتاعتي من غيره يعني. تمام. هبدأ اقلب كله ده طبعا لما يعمل معايا يدبل معايا. هنزل بنص بابريكا ونص كمون نص كزبرة نص ملح فلفل اسود، آه السبع بهارات. تمام لو عايزة تحطيها يعني. هبدأ بقى اقلب كل المكونات دي، ويا سلام بقى لو حطيتي في التتبيلة دي قرن بيحار، قرن فلفل بيحار. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي مقطعاها مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة كده. هبدأ بقى اقلب كله ده لما كله يتجانس مع بعضيه والطماطم تنزل المية بتاعتها. تمام. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى هبدأ اطلع اللحمة بتاعتي. هنا الاول هحط معلقة من الصويا صوص، على فكرة بتدي للفراخ واللحمة طعم حلو قوي. هبدأ بقى اقلب كله ده لحد ما يدبل، وهنزل باللحمة بتاعتي هحطها في التتبيلة زي ما انتوا شايفينها كده. تمام. طبعا كمية اللحمة دي بتاعتك نص كيلو على حسب افراد اسرتك يعني. انا كان معايا هنا نص كيلو من اللحمة حطيته هيكمل سواه في التتبيل. وانا في نفس برضو كده جنبية على العين التانية هبدأ اعمل التسبيكة للفاصوليا للبسلة. هبدأ بقى اشوح معايا بصلاية صغيرة، هبدأ بقى اقلبها كده. طبعا مجهزة الطماطم بتاعتي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى رشة فلفل اسود، رشة كمون، رشة كزبرة. عامة انا بحب الكمون والكزبرة كتير جدا في الاكل بصراحة، يعني بيدي نكهة وطعم حلو قوي. طبعا انت لو مش حابة تكتري زي يعني حابة تحطي حاجة بسيطة رشة من هنا ورشة من هنا براحتك، بس انا بحب الكمون والكزبرة قوي. تمام. وهحط برضو ملح، وهسيبها بقى لما تتسبك، وبعد كده هضيف البسلة بتاعتي. طبعا الاكل ده حابة تعملي مثلا رز تمام، حابة تعملي مكرونة. انا هعمل جنب الاكل ده رز تمام، وانا كنت عاملاه قبل كده معاكم على القناة فمش هصوره. وبعد ما عدى طبعا الوقت التسبيكة بتاعتي اتسبكت هبدأ انزل بالفاصوليا البسلة. معلش يا جماعة انا هفضل اقول الفاصوليا والبسلة كده على طول لان انا يعني مش قادرة اقول لكم والله العظيم من صغري وانا دايما بقول على البسلة فاصوليا والفاصوليا بسلة. فعادي بقى زي ما تسمعوها مني لان انا بتلخبط مرة اقول كده ومرة اقول كده، فانتوا اختاروا بقى الصح بتاعتها. انا دايما علشان ابقى باجي اشتريها يعني لما بغلط فيها اقول اللي هي البسله بتاع الجزر بتحط لها الجزر.
طبعا بعد ما عدى حوالي دقيقة، يعني انا بحط البسلة الاول، تعدي دقيقة، وبعد كده انزل بالجزر والبطاطس. انا عارفه ان اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي هيضحك عليا ان في حد ما يعرفش بين البسله والفاصوليا. ايوه يا جماعه والله العظيم انا، لان انا ما بعملهاش كتير اصلا، فعشان كده بنسى. طبعا كده كانت استوت معايا، والتتبيله بتاعتي اللحمه كملت سواها ودخلتها الفرن كده، خدت لون بسيط خالص. وطبعا مش قادره اقول لكم احلى حاجه في الاكله ده كلها دي طبق الشوربه اللحمه، يعني الشوربه بتاعت اللحمه بتبقى حاجه كده خرافه. وزي ما قلت لكم انا عملت جنبيها رز تمام، اللي حابب يعمل مكرونه تمام، حابه تكفيها بعيش كده برضو تمام. المهم كل حاجه حلوه الحمد لله، ربنا يديمها علينا يا رب، اللهم امين، نعمه في حياتنا. تعالوا بقى نشوف اللحمه بتاعتنا الجامده دي. طبعا اللحمه بقت ب 300 و 350 جنيه، هنفضل لما ما ناكلهاش. شايفين طيبه وعامله ازاي؟ يعني انا قطعتها بايديا من غير شوكه ولا سكينه ولا معلقه ولا اي حاجه، بايديا كده شديتها. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.